علشان الفسيخ يستوي معاكي بعد 4 ايام ويطلع معاكي بالجمال ده. هقول لك تعملي ايه. شايفين الفسيخ عامله ازاي؟ وافتحها دلوقتي معاكم واوريها لكم. اول حاجه لما تجيبي السمكه لازم تجيبها طازه كده ونخششها حمرا، وبعد ما تجيبيها بتغسليها وتنضفيها كويس قوي من نخاشيشها ومن كل حته. طبعا تنشفيها بمناديل المطبخ او بفوطه نظيفه. وبعد كده تحطها في مصفى، وتحط تحت المصفى طبعا علشان بس ايه الدم اللي هينزل. وتلفي بقى الحاجات دي كلها في كيسه كده وتحطها في الشمس. ما عندكيش مكان فيه شمس، هتولعي البوتاجاز او الفرن وتخلي درجه الحراره بتاعته ايه هاديه كده، تقدري تحطي ايدك على الحديده كده ما تنحرقيش. بعد كده بتدخلي الحاجات اللي انت حاطه عليها السمكه وتسيبيها 12 ساعه، هتلاقي السمكه منفوخه خالص وما شاء الله. بعد كده لو هتعمليه بالملح الخشن هتسيبيه 5 ايام، لو هتعمليه بالملح الناعم هتفتحي عليه رابع يوم. طبعا بعد ما تنتفخ معاكي بعد 12 ساعه بتمسكيها تنشفيها من اي دم عليها، والنخاشيش بتاعتها تنضفيها كده بقماشه نظيفه او بمنديل. وبعد كده بتحشي السمكه بالملح، ولو عايزه تحط كركم او شطه على الملح بتحط على 6 معالق ملح، معلقه شطه من اللي هي بتاعه الشاي، ومعلقه كركم، وتلخبطي كله على بعضه وتحشي نخاشيش السمكه لحد ما تمليها وبقها. وبعد ما بتحطيه وترصيه كده واحده عكس واحده بترشرش عليه شويه ملح برده من اللي انت حاطه عليه الكركم والشطه، لو انت عايزاه بالكركم والشطه، عايزاه بالملح بس عادي خالص. وبعد كده بتحط زيت عليه بقى في الحاجه اللي انت رصاها فيها كده في اكياس، وكيسه جوه كيسه، على الاقل خالص 5 6 اكياس كده. وبعد كده بتربطي عليه وتحطيه في الكيسه وتسيبيه. وبعد يومين بتقلبي الكيسه، تشيلي الكيسه كده وتقلبيها عكس عكاز. وبعد 4 ايام بتفتحي عليها تلاقيه بالجمال ده. افتحه معاكم اهو. طبعا لو عايزه تقشريه بتقشريه، بس انا هفتحها معاكم وبعدين ايه ارجع اقشرها تاني. تعملي فسيخك في بيتك انضف واوفر بكتير والله يا حبايبي. يعني ما شاء الله الكيلو من ده 120 جنيه، لو هتجيبيه من بره مش هتجيبيها اقل من 200 جنيه وانتش عارفه نضافته. عندك منديل مطبخ ولا حاجه تحشي في الحاجات اللي زي دي كده. شايفين الفسيخ زبده زبده والله، وريحته ايه ما شاء الله ولا كلمه والله. وطعمه جميل، يعني بعد 4 ايام استوى خالص اهو. بس تعمليه زي ما قلت لك بالظبط. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا حبايبي. وطبعا فتحت عليه وشفته، حتى فتحت واحده من ديلها هي فين اهي. فتحت عليه ودوقت واحده كده، بس خلي بالك الفسيخ ساعه ما بيتفتح بيبدا يسمر. الحته المداريه شايفاها عامله ازاي؟ انا طبعا مش فاتحه عليه غير اما ايه، غير اما اقشره الاول، اقشره وبعدين افتحه. بس انا حبيت افتح معاكم دي كده علشان ما اطولش الفيديو عليكم. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناه. وهسيب لكم برده في اول تعليق مثبت طريقه الفسيخ بتاعته، وكمان في الشتاء وبيطلع معايا ما شاء الله زبده. بس كده يا حبايبي، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. مع الف سلامه.